سلام عليكم. ترند بنت حسني مبارك اللي مش عايز يخلص، وترند تركي آل شيخ، واخر ترند سمعته عن محمد رمضان في بيت ترامب، وكل الحاجات دي بقى مع الابداع في الفبركه. يعني ان انا النهارده اللايف ده عايزه اتكلم في حاجتين. الاول هتكلم على امبارح شفت 3 فيديوهات عكس بعض بيتكلموا بكل يقين على موضوع بنت حسني مبارك. هناقش الموضوع ده الاول، وبعدين هكلمكم بصفه عامه على ازاي ان انتوا ما تعرفوا الحاجه المتفبركه وتبعدوا عنها، او تبقوا حذرين، عشان هما بقوا شاطرين جدا في الفبركه. وهستعمل تركي آل شيخ كمثل، يعني هو نفسه ما يهمنيش في حاجه قال ولا ما قالش، بس الحاجات اللي اتقالت عنه مؤخرا ممكن نستخدمها ايه لو انت انسان واعي وعارف تستقبل، يعني جات لك معلومات وعايز تتاكد صح ولا غلط تعمل ايه. هنستخدمه كمثل كده. تمام، نبدا بالجزء الاول المؤسف. يعني انا امبارح شفت 3 فيديوهات ورا بعض على تيك توك بيتكلموا على بنت حسني مبارك، كل واحد قال كلام عكس التاني على طول الخط. اول واحد جايبين صوره لجمال مبارك بيقول اختي وهنعترف بيها، وابتدوا بقى الناس ايه، واكتر حاجه بقى يعني ايه، انا يعني ما انا حلوم اللي عامل المحتوى ازاي اذا كانت الناس معلقه ومصدقه. كميه تعليقات مصدقه مذهله بالنسبه لي، يعني اخيرا ظهر الحق ومش عارفه ايه وكل الكلام ده. طيب ده واحد. اللي بعده على طول ان البنت دي مريضه نفسيا، وان كل ده تلفيق وفبركه، وكل اللي قالته غلط بمنتهى اليقين برضه، وناس مؤيدين الراي ده وبيعلقوا. تالت راي بقى ده كان مذهل ليا جدا، ايه ان احنا ما يهمناش هي بنت حسني مبارك ولا لا، هي هي كذبت وقالت انها بنته عشان تلفت نظرنا لحاجات اهم. طيب من امتى الكذب بقى طريقه للفت النظر؟ اللي انا افهمه ان لو حد كذب عليا في حاجه مش هصدقه في حاجه تانية، يعني ده المنطق يعني. انما ده الراي العبقري، هي كذبت علينا وقالت لنا انها بنته عشان ايه نسمعها في حاجات تانية بقى. طب ما هي دلوقتي بيتحقق معايا واحده عندها ادله ومستندات، ليه تدعي انها بنت رئيس سابق؟ ما كناش هنسمعها لو معاها الادله والمستندات، لو ماشي المعلومه دي يعني. ده تالت راي مذهل، واللي بيقولوه مقتنعين بيه جدا، والناس برضو بتعلق وعاجبها. يعني اكيد حد في الثلاثه دول يا جماعه، يعني ايه سوري في اللفظ، بيهبد يعني. وكل حد بيتكلم من غير اي دليل. والحاجه المذهله هو ايه اللي خلى السوشيال ميديا تبقى بدل جهات التحقيق واحده بتقول معاها مستندات بيتحقق معاها. نستنى نصبر يعني. ليه بنفترض وليه بنستنتج والناس تخاف وتقلق قبل الاوان يعني؟ ما هي بيتحقق معاها يا جماعه. يعني كل ده ليه يعني؟ ليه نعمل كده في نفسنا؟ ليه السوشيال ميديا بقت بديل لجهات التحقيق؟ لو سالتوني عن رايي الشخصي من غير ما احكم عليها، انا احساسي الشخصي ان هي عملت كل ده عشان تبقى ترند. والله اعلم، ويمكن اطلع غلطانه والتحقيق يثبت غير كده. انما الوضع الطبيعي ان الناس عندها مستندات، ما تروح للشرطه على طول، تروح لجهات التحقيق بمستنداتها. مش في اجهزه في الدوله؟ احنا بقينا واخدين دور اجهزه الدوله دلوقتي، وكل واحد عمال يقول رايه. طب انا افهم ان صناع المحتوى دي شغلتهم، للاسف في ناس بتعبد الترند من دون الله، فبتحط محتوى حتى لو كان مش دقيق وتالف وتفبرك علشان ايه؟ عايزه مشاهدات. احنا بقى الناس العاديه اللي بتعلق دي، إيه بتعملوا كده في نفسكم ليه؟ ليه بتسمحوا ان حد يضحك عليكم؟ يعني انا مش فاهمه والله. طيب دي اول جزئيه. إيه، وقد يكون عندها خلل نفسي. في وقت من الاوقات كان في حد برضه كان بيطلع يقول كلام غريب قوي، مش فاكره اسمه، كان اسمه ابراهيم او حاجه، كان بيطلع على تيك توك. واتضح بعد كده ان عنده مشكله نفسيه. اتهرى تريقه، كان اسمه ابراهيم، انا فاكراه كويس. اتهرى تريقه وتنمر، واتضح ان عنده خلل نفسي. فاحنا ما نعرفش. الفكره ان السوشيال ميديا مفتوحه للكل. انت كمتلقي بقى عندك استعداد تصدق اي حاجه تسمعها كده؟ مش صح ان السوشيال ميديا تبقى بدل الشرطه يعني في بلدنا، مش صح. وحكايه ان في محامين كتير معاها، ما ممكن بعضهم برضو عايز يركب ترند. احنا مش هندخل في النوايا يعني، بس اصل احنا بقى عندنا هوس الترند في بلدنا يعني. اوكي، حقيقه الموضوع ده هتبان في التحقيقات. بس انا وريتكم 3 فيديوهات عكس بعض شفتهم، والله سبحان الله ورا بعض يعني. فاين الحقيقه في ده كله بقى؟ طيب ثانيا بقى ناخد تركي آل شيخ كنموذج ازاي انا ابقى متلقيه واعيه لاي حاجه بسمعها. انا شفت بوست من فتره حد يقول ايه، ان تركي آل شيخ في حسابه الرسمي قال ان بعد كده موسم الرياض هيبقى ايه، هيستعين فيه فنانين من الخليج ومن السعوديه. مشكورا قال مصدر المعلومه.
انا كواحده بقى عندي وعي، لو الموضوع يهمني ادخل حساب تركي آل الشيخ اتاكد بنفسي، يا اما ما صدقش. انا ما يهمنيش تركي آل الشيخ في نفسه على فكره خالص كشخص. انا بكلمكم على ان احنا يبقى عندنا وعي في تلقي المعلومات، لان في ناس بتفبرك، وفي ناس ممكن يكون عندها نيه تعمل وقيعه بين البلدين على اعتبار الناس بتصدق من غير ما تتحقق. ناس قالوا لكم حسابه الرسمي قال فيه كذا، ادخلوا حسابه وشوفوا لو الموضوع يهمكم. انا تصريحه ما يهمنيش، لما شفت الموضوع ما يهمنيش قال كده ولا ما قالش، ما دخلتش اتحققت، بس ما اقدرش اجزم بقى هو قال ولا ما قالش. تمام؟ فلو حاجه تهمك ادخل اتاكد. وخلوا بالكم من نوع من الفبركه، ان الناس بتعمل سكرين شوت للحسابات بتاعت الناس. يعني ايه يبقى متفبرك؟ قال يعني هو دخل عمل سكرين شوت من على حسابه مثلا على الفيسبوك او على اكس او ايا كانت المنصه، وحاطط لك صوره الشخص وقال يعني ده حسابه. دي ممكن تكون صوره متفبركه برضه، سهل تتفبرك. كلنا نقدر نعمل حاجه زي دي، كلنا. خلاص بعد الذكاء الاصطناعي بقت كل مصر جرافيك ديزاينرز اصلا. يبقى انت حد جايب لك صوره قال يعني هي واخدها سكرين شوت من حساب حد، والموضوع يهمك، ادخل حساب الشخص واتاكد. غير كده هتبقى وسيله ان يضحك عليك. انا شفت مؤخرا بوست مستفز جدا، تصريح تركي آل الشيخ، ما معناه يعني بيتريق على مصر والمحتوى اللي المصريين بيعملوه. فالناس اتحمقوا وابتدوا يردوا في التعليق ما تشوف بلدك، وابتدوا يقولوا له فاتحمقوا الناس، مع ان الكلام ده ممكن يكون متفبرك. هم اصلا عباد، انا بسميهم عباد الترند، الناس اللي بيفبركوا اخبار. ايه هم بيعملوا ده اعتمادا على ايه؟ ان الشخص تاريخه اصلا حد الناس مش بتحبه او تاريخه مش حلو، فالناس هيبقى عندها ايه ميل انها تصدق اي كلام هم يالفوه عنه بقى. اي كلام يالفه ممكن يكون انا ما اقدرش اعرف هو قال ولا ما قالش، انا ما شفتوش بعيني قال. الموضوع يهمني ادخل اتحقق من حسابه، ما يهمنيش اعتبر نفسي ما شفتش حاجه. غير كده يبقى الناس عندها استعداد ان يضحك عليها، ما تزعلوش مني. تمام؟ انا قلت لكم في لايف سابق ان انا معارضه للاخوان، وشفت بوست منسوب لحد من الاخوان ان ايه، ان انزال المعونات حرام بالطيران على في غزه حرام شرعا. انا حسيت ان صعب ده يكون اتقال، يعني مش منطقي يكون قال كده. حد مفبرك ده، انا معارضه ليهم، بس مش عشان معارضه ليهم اصدق اي حاجه عنهم برضو. انا ما شفتوش بعيني 1000 فيديو، فاي حد ممكن يفبرك صوره. فانا رديت قلت لهم ممكن الصوره دي تكون متفبركه، بس انا بالنسبه لي دي مساله مبدا ملهاش دعوه انا مؤيده للناس ولا معارضاهم. فردت البنت عليا الرد بقى اللي بيستغلوه عباد الترند، قالت لي ايه، ما هو ده تاريخه وحش جدا. ايوه انا تاريخه وحش، مش شرط يكون قال الحته دي بالذات، احنا ما شفناهوش. يبقى الطريقتين اللي تعرفوا بيهم المعلومات يا جماعه ايه وتكون موثقه، يا اما جهه رسميه قايله الحاجه فتدخلوا صفحتهم، لا تصدقوا سكرين شيرز من صفحات ممكن تكون متفبركه، ولا تصدقوا كمان ناس ساعات بيحطوا لوجوهات جهات رسميه عشان يضحكوا علينا، بس الصوره مش في صفحه الجهه الرسميه. روحوا صفحه الجهه الرسميه وتاكدوا ان هم اللي ناشرين الحاجه لو بتدوروا على الحقيقه، لان كل الحاجات دي يسهل فبركتها. احنا علينا حرب اعلاميه، فلازم يكونوا واعيين. اللي يهمك اتحقق منه، ما تتسرعش وتتحمق قوي وتصدق. الموضوع ممكن يكون كله بس حد خياله واسع من عباد الترند عارف ان الموضوع ده شاغلنا، فيدخل بقى ايه يحبش المواضيع. ليه نعمل كده؟ ليه احنا بقى نصدقهم؟ ليه نسمح لهم يزيفوا وعينا؟ ولو هم عباد الترند دول لو الناس واعيين ومش بيصدقوا بسهوله، هيدوروا بقى على محتوى تاني يعملوه. صدقوني يعني. ما هو المؤسف ايه، انا بحكي لكم على ال3 فيديوهات اللي شفتهم لبنت حسني مبارك امبارح. ال3 فيديوهات متشافين كتير ومعمول عليهم تعليقات جامده، والناس مصدقين، مع ان مفيش اي دليل ان اللي قال الكلام ده ان الكلام ده حصل. كلام عكس بعضهم، اكيد حد يعني اكيد حد خياله وسع منه في ال3 يعني مش معقول. وبعدين ايه القيم الغريبه اللي حاصله في بلدنا دي؟ الناس تقول ايه، بيتعاطفوا مع اللي بتقول انها بنت حسني مبارك، انها تكذب وتدعي انها بنته بالكذب عشان تلفت نظرنا. من امتى الكذب وسيله الكذب للفت النظر؟ ومن امتى السوشيال ميديا حلت محل جهات التحقيق؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل بجد يعني؟ كل ده واحنا علينا حرب اعلاميه، وفي ناس عندهم اجندات، وفي ناس عايزه بتحاول تعمل يعني ان ما يبقاش في استقرار في بلدنا. يا ريت احنا نكون واعيين. خلينا نلخص لكم بقى القواعد العامه عشان ما حدش من عباد الترند يضحك عليك. تمام؟ ما تصدقش غير فيديو مش مقطع،
وتاكد انه مش ذكاء اصطناعي. ده اول حاجه. غير كده يبقى انت ما عرفتش حاجه. لقيت صوره صوره، الصوره دي لو مش من الصفحه الرسميه بتاعتها، صوره منسوبه للجهه، لو مش من الصفحه الرسميه بتاعت الجهه اكس، اعتبرها ما اتقالتش. اي حد يعمل لك سكرين شوتس من كانهم جايبينه من حسابات حد، الموضوع يهمك ادخل الحساب وتاكد بنفسك ان هم عملوه فعلا، لان سهل قوي يتفبرك حاجه زي دي. برضو سهل قوي يتفبرك الناس تحط لوجوهات لجهات رسميه عشان تدي مصداقيه للصور بتاعتها، ويكون كل الموضوع تلفيق وفبركه. وبيصعب عليا ايه الناس اللي بتتحمق وبعدين الموضوع يطلع بلح يعني في الاخر. ليه يعني؟ ليه نعمل كده في نفسنا؟ ليه ما نكونش واعيين؟ في ناس اكل عيشهم من الترند والمشاهدات، وما عندهمش اي مشكله يكذبوا ويفبركوا، دي مشكلتهم، ربنا يهديهم. بلاش احنا ننساق وراهم يا جماعه. خصوصا ان احنا دلوقتي فعلا بنتعرض لاخطر انواع الحروب، هي الحرب الاعلاميه. يعني فان شاء الله كده ربنا ينصر مصر دايما دايما، ويرزقنا الوعي ويرزقنا المسؤوليه الصح تجاه بلدنا ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا، في انتظار تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.